ده شكل الفراخ بتاعتنا، ان شاء الله هتعجبكم. تعالوا، شايفين البطاطس قد ايه استوت وقد ايه جميله؟ شايفين الفراخ قد ايه مستويه معايا وقد ايه جميله؟ شايفين البطاطس؟ يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل وصفه النهارده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا دلوقتي اول حاجه معايا الفرخه اهي، خدتها غسلتها ونضفتها وجبتها وقطعتها. دي كانت فرخه كبيره عندي فانا قطعت الورك كده 2 اهو زي ما انتم شايفين كده عشان يستووا معايا على طول في صينيه البطاطس. والصدر برده قطعته 2. هفرغه بقى كده، فرغت كده من تحت الجلد وبالسكينه ومن هنا كده بقطع كده حاجات خفيفه اهو عشان احشيها التتبيله اللي احنا هنحشيها بيها اهو. بفرغ برده كده من تحت الجلد زي ما انتم شايفين كده، بفرغ لها. ودي برده الحته اللي انا قطعتها بتاعت الصدر بجيبها كده واقطعها اهي. هنعمل بقى التتبيله ونحشيها كده مع بعض. التتبيله معايا جبت بصلايه كبيره فرمتها، ومعايا نص معلقه ملح من الكبيره، ومعلقه بابريكا صغيره، ومعلقه من الكارو والكركم اهي، وشويه من الفلفل الاسمر. ده معلقه صغيره فلفل اسمر. هقلبهم مع بعض جامد. قلبتها مع بعض خالص زي ما انتوا شفتوها كده. نجيب بقى نحشيها بقلب الفراخ. هنحشيها بقى طبعا بايدينا عشان نعرف نتملكها وندخلها كده من تحت الجلد وندعكها كده اهي. وشوفوا الصدر اللي احنا مقطعينه ده اللي انا قطعته بحشيها كده جواه اهو واتبلها خالص اهي. دي اخر حته اهي خلاص نتبلها اهو برده زي ما انتم شايفين كده. كده خلصت التتبيله خالص. هجيب ليمونيه بقى ونعصرها عليها ونسيبها نص ساعه كده في قلب التتبيله على ما نجهز البطاطس معانا. دلوقتي جبت معايا بطاطس، ده حوالي 1.5 كيلو بطاطس. جبتها قشرتها وقطعتها كده زي ما احنا عايزين وغسلتها ونضفتها. وجبت معايا بصلايه نعمتها برده ناعم. هنحط عليها بقى ايه شويه من الفلفل الاسمر على البصلايه، وشويه من الكارو والكركم، وشويه من البابريكا، وشويه من الملح. ناخد بالنا واحنا بنحط الملح عشان في الاخر خالص نبقى ندوب. هنقلبهم كده برده مع بعض اهو. وهجيب بقى على البطاطس، هقلب دول في البطاطس يتبلوا خالص مع بعض اهو. معلش برده دي ايه هتتعمل كده بايدينا عشان لازم نشرب البطاطس منها. يبقى كده خلاص قلبتها هي جاهزه معايا. هجيب بقى معايا فلفل الوان اذا كان موجود، ومعايا نص قرن شطه حار بكبه بقى برده عليه كده وبقلبه برده. واجيب بقى معايا الفراخ ارصها كده على الوش اهي. خلصتها كده رصه اهوت. هعمل بقى الطماطم بتاعتي اللي هنحطها عليها ونغطيها بيها. ده معايا طماطم ضربتها معايا في الخلاط، دول حوالي نص كيلو. هحط عليهم بقى شويه صلصه اللي احنا عاملينها برده في الفيديوهات بتاعتنا. اللي ما شافهاش يفتح الفيديوهات بتاعتنا ويشوفها فيه. جيب بقى عليها البهارات. كل ده كده لسه ما حطيناش اي دهون لا زيت ولا سمنه. معلقه كزبره على كمون، معلقه كاري، معلقه بابريكا، وشويه من الفلفل الاسمر. وهنجيب ملح بس ناخد بالنا برده من الملح لان احنا حاطين ملح قبل كده. هنقلبهم بقى كده ونجيب معانا زيت. حطيت معايا كمان 3 معالق من الزيت. وهنجيب شويه ميه، نص كوبايه كده من الميه اهي. هنجيب بقى الحاجه مع الفراخ والبطاطس نكبها عليه. انا كبيت حالا الخلطه معانا هي الطماطم بالصلصه وحطيتها معايا اهي وقلبتها. انا كنت نسيت اقلب الثوم بقى. معايا الثوم اهو هقلبه برده كده اهو عادي، وهو كده كده هنقلبها يروح فيه. ده فص ثوم جبته معايا ودقيته واقلبها كده فيه. قلبت الثوم كده بقى. هولع الفرن من تحت ونحطها فيه نار عاليه. انا حطيتها دلوقتي معايا تحت ومولعه من تحت ومولعه من فوق.
بسيب النار عاليه دلوقتي على ما تبدا تغلي. اول ما بتغلي بنهدي النار شويه عشان البطاطس تستوي والفراخ معايا تستوي ما يبقاش فيها دم. هنقفل عليها ونرجع تاني ونبص عليها وهي نص سوا كده. هي بدات تستوي معايا نص سوا وغليت. ههدي عليها بقى النار من تحت عشان البطاطس تستوي والفراخ ما يبقاش فيها دم، وهنوريها لكم بقى في الاخر. انا قلت يعني ايه اوريها لكم كده معايا. خلاص الفيديو بتاعنا خلص. اللي عجبه الوصفه بتاعتنا يا ريت يعمل لي لايك، واللي اول مره يشوفني يا ريت يشترك في القناه. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.